الرحمن الرحيم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا عندنا شو فلور او القرنبيط باللغه العربيه او الشيفلور بالعاميه الدارجه المغربيه. كما كتشوفوا عندنا حبه ديال الشيفلور، وكتعرفوا بان الشيفلور تبارك الله وصل عن بيه فيه فيتامينات مهمه بحال فيتامين سي، هو بحال يعني بحال الليمون. في فيتامين سي، في فيتامين ا اللي مهم للعينين، وفي املاح معدنيه تبارك الله كثيره، وفي الياف غذائيه. والحاجه اللي زوينه فيه هو انه بالنسبه للناس اللي كيتبعوا الريجيم راه ما فيهش طاقه، يعني كيشبع ولكن ما فيهش طاقه، يعني مهم بزاف الناس اللي كيتبعوا الريجيم. هذه نصائح صديق كنتسنتو شويه لمحمد الفايد والدكتور محمد الفايد بيان سور تبارك الله عليه وصل عن بيه وكيفيدنا بزاف. اليوم قررنا كما كتشوفوا نديرو طاجين ديالنا باللحم، باللحم وخضيره، يعني نديرو واحد شويه ديال الخيزو وشويه ديال الجلبانه الالوان باش يكونوا الوان شويه زوينين يرقوا الاطفال، ونديرو هاد الشيفلور ديالنا. يلا دوزو معنا بسم الله على بركه الله لتحضير الطاجين ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نمشيو معكم خطوه خطوه. اول حاجه كنديروا شويه ديال زيت المائده في الطاجين، بالنسبه للعافيه ديال راه حنا شاعلين عليها يعني مهيله. ديما الطاجين كيبغي يطيب على عافيه مهيله اذا ما كانش الفاخر، وكما كتعرفوا الفاخر ماشي ممكن نستعملوه في المنازل، كيكون شويه خطر، سوف اللي عنده بالكون، اللي عنده اون تيغاس، ولا اللي عنده سطح قريب ولا شي حاجه يمكن له يدير الفاخر وهو مرتاح. اول حاجه كنديرها انا هي البصله واللحم او الدجاج او لا داند، يعني بيبي يعني اللي كاين. اول حاجه كنستعملها يعني بسم الله على بركه الله، كما قلت لكم البصله واللحم والملحه، كنخليه يتقلى في البصله والملحه. ما كنديرش العطريه دابا حيت العطريه كتحرق. داكو دابا غادي نغطيو عليه ونخليوه كيتقلى في هاد البصيله. بسم الله. دابا كنشوفوا الطاجين ديالنا بدا كيتقلى، كنسمعوه وكنشمو حتى الريحه حتى هي. دابا غادي نقلبوا الحمات ديالنا هما كما كتشوفوا حتى تلوى البصله ديالنا واللحم يتغير اللون ديالو. عاد غادي نديرو ديك الساعات العناصر اللي من بعد يعني مطيشه والثومه والعطريه والقزبر والمعدنوس. وديك الساعات غادي نستفو الخضر ديالنا، غيجي طاجين معتبر. ها نتوما معنا وغتشوفوا. بسم الله. كما كتشوفوا تقلى مزيان، يعني تقلى بديك المليحه، غير الملحه بوحدها هي اللي ديرو، الملحه والبصيله، حتى الثومه ما ديروهاش راه كتحرق. دابا نزيدو مطيشه ديالنا بسم الله. ما كتعرفوش الشوفلور كيبغي مطيشه، كيبغي مطيشه وكيبغي الزيت. انا حتى الاخر عاد غنزيد واحد شويه زيت الزيتون. دابا غندير العطريه ديالي. هانتوما كتشوفوا هاد الثومه عطريه عندي عاديه، الثومه ابزار خرقوم سكنجبير وشويه ديال الفلفله حلوه او التحميره بابريكا. الوغ غندير العطريه كامله. ناخذ السمن ديالي، ها هو بسم الله. نحاول نقسمو معلقه صغيره ديال السمن. الا كان عندكم السمن ديال الدار راه ما تخافوش منه، كيعطي غير بنه مزيانه. ونزيدو قزبر ومعدنوس ونخليو شويه للتزيين. غنغطيو عليه واحد شويه بين ما تذوب هاد المطيشه وحنا معكم.
بسم الله. نتوما راه غاديين معايا خطوه خطوه ما كتشوفوا. نحاول نقلب هادشي. كنقلب هادشي باش العطريه تهبط لتحت، صافي تمازج مع لاصوص اللي كاينه كما كتشوفوا. يلا بدا كيتقلى واللحم، ها نتوما شوفوا اللحم بدا كيهرب على العظم، يعني راه بدا كيدخلوا الطياب. دابا غادي نستفوا الخضيره ديالنا. اول حاجه نبداو كما قلت لكم شويه ديال الخيزو. خيزو بغيت نوريكم كيفاش كنقطعو انا، كيجي ساهل. هانتوما كناخذ خيزو كندير ليه هكا كما كيديروا ليه في السواق شفتوا باش دغيا كيدخلوا الطياب وكيجي رقيق. هانتوما شفتوا منها كتحيدوا القلب الا كان خضر بحال هذا، الا ما كانش خضر راه كنديروه كامل. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي رقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دابا ناخذ جلبانه باش الدراري حتى الا ما بغاو ما كلاوش الشوفلور او موان جلبانه راه كيحماقوا عليها. بسم الله على بركه الله يا ميسر. دابا نزيد واحد شويه ديال الملحه من الفوق. ديما الطاجين كنحاولوا نزيدوا ليه شويه القامه هكا، نزيدوا شويه السكنجبير. العطريه كامله نديروها من الفوق حيت شي فلور تبارك الله كما قلت لكم كيشرب العطريه وكيشرب حتى الزيت. شويه الابزار. هاد العمليه كتبغي الصبيعات احسن من المعلقه باش يمشي داكشي بالتساوي. شويه الخرقوم، شويه الفلفله حلوه او بابريكا، ما نساوش قزبر معدنوس ديالنا، بلا ما نساو واحد فليفله حاره للتزيين، وكنزيدو جهد نص كاس ديال الماء. ما تنساوش راه الخضره كتطلق الماء ديالها، يعني ما خصناش نكثروا الماء. عندي نص كاس ديال الماء باش كيطيب الطاجين. حاجه اللي نقول لكم منين تسدوا عليه ما تحلوش عليه مده ساعه ونص تقريبا، ساعه ونص. خليو الخضره طيب على خاطرها، ما تبقاوش تحلوا وتسدوا. هذا هو السر ديال الطاجين باش كيطيب. يعني دابا سديت عليه واحد ساعه ونص ما غنحلش عليه باذن الله. يلا خليتكم على خير حتى ندوزو ان شاء الله من بعد واحد ساعه ولا ساعه ونص. تبارك الله وصل على النبي. كما كتشوفوا الطويجين ديالنا ها هو وجد كيجي غزال، راه كيطيب في ماه كما كنقولوا. يعني درت نص كاس ديال الماء
وكل شيء تبارك الله طاب. الشيفلور طاب، خزو طاب، جلبانه حتى هي طابت، الحمه حتى همايا. راه كما قلت لكم ما حليت عليه على ساعه ونص. ملي قصتو هكذا بالموس لقيت كل شيء طاب. دونك خدا ليا ساعتين وربع، يعني ديك نص ساعه ساعه الا ربع باش تقلى اللحم هو والبصيله وداكشي. دونك كياخذ ما بين ساعتين وربع. كيوجد طاجين، كتكون العافيه مهيله. نتمنى يعجبكم هذا الطاجين وتشاركوه مع احبابكم، وإلا جربتوه ردوا عليا في التعليقات. وما بقى ليا الا نخليكم وشهيه طيبه والصحه والراحه. خليتكم على خير. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم